لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني صراحة للأسف الشديد نسمعوا الصوت بعدا واش تشوفوا الصوت مزيان قبل ما نبداو هذا البث المباشر. الصوت مزيان. أشهر كلون في مدينة حلالة في مدينة القنيطرة ميمو، الكلون ميمو كاعي اليوم قال لك ما غاديش يخدم لأن المنتخب الوطني المغربي انهزم أمام نظيره الفرنسي بعد الهزيمة الأسود. يعني ولابس حكيمي وحزين يعني للأسف. شوفوا قمة الحزن، قمة الحزن، الله الله، قمة الحزن أخوتي المغاربة، قمة الحزن. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الصدمة كانت قوية، الصدمة كانت قوية، الصدمة كانت قوية مشاهدينا الكرام. أشهر كلون في مدينة حلالة في مدينة القنيطرة كاعي معصب. قال لك أنا كنت نشوف الكأس بين يدينا غادي نديو الكأس ونوصلوا الفينال، لكن للأسف ها حنايا. ما بغاش يمشي يخدم أخوتي المغاربة، والله ما بغا يمشي يخدم، وقسم بالله ما بغى يمشي يخدم. قال لك اليوم ما نخدمش، هو تيخدم في شاطئ مهديه كلون ميمو معروف. قال لك والله ما نمشي نخدم، صافي تقلق على بعد هزيمه اسود الاطلس ضد فرنسا. ميمو السلام قدر عليكم. الله ما شاء فعل. شنو واقع خويا ميمو؟ انا لله وانا اليه راجعون. اش نقول لك؟ اقسم بالله لا اله العظيم الا ما نعست البارح ما قدام ولادي بناتي بجوج ما نعست. تصور ديت بناتي معايا الكافي، ديتهم معايا بنيه ديال ملاك ورزان، ديتهم معايا تفرجوا معايا بتونية المغرب، ولكن لقيت صدمه قويه لا يعقل اسيدي لا يعقل. السي وهبي حشومه عليك السي وهبي. انا نقول لك واحد الرساله الله يجازيك بخير. شناك في بلجيكا، شناك في هولندا مزيان، علاش حتى المنتخب المصري وتراجعتي؟ لا يعقل. وناحي ما دخلتيش حشومه عليك 40 مليون ديال البشر، 40 مليون ديال المغاربه البارح تصدموا. اولا السي وهبي راه تنقول لك راه هادشي اللي درتيه راه ماشي معقول. ونزيدك عاوتاني السي وهبي السي وهبي راه المغاربه كاملين ما نعسوش البارح. لا يعقل حكيمي سالا الماتش مشى تيتعلق هو وصاحبو تيتعلقوا تيضحكوا. شنو هاد الشيء هذا شنو؟ ولكن ما نلوموش، ولكن غنمشيو دابا عند الحارس ديالنا بونو راه ما فخباروش هذا الشيء هذا. سي بونو دار المباراه ديالو قسما بالله المشاهدين الكرام وشوف التيفي راه كنتم عزاز وغاليين الى شاف الى بونو طاكا من نيتو. ولكن وهبي هذاك ماشي هو اللعب ديالك، ماشي لنا ديفونس ماشي لنا اتاكون. لا يعقل. شنو هذا الشيء هذا؟ حشومه عليك. قولها لنا في الاول ما نتفرجوش في هذا المنتخب. السي وهبي قلنا في الاول ما نتفرجش في المنتخب. الناس الكومونتير اللي عطاك كتبوا قولوا لي واش انا عندي الحق ولا لا. انا دابا فنان تندير مسرح طفل، تنخدم في البارك ديال المهديه لداخل وتنخدم في البارك ديال الايتادميت في القنيطره. حشومه كاع اقسم بالله الا ما نعس السي مخلص والله ما نعس بالله العظيم. راه يعجز اللسان عن الكلام. انا بلا نفسي حكيمي لابستوني ديال حكيمي وانا مغربي وفنان حاصل على بطاقه الفنان. لا يعقل. اذا الخطره المره الجايه ان شاء الله. نعم تخدم اليوم؟ ما نخدمش، حلب الله. ما نقدرش والله ما نقدر السي مخلص ما نقدرش. الجمعة وحتى السبت 3 ايام ما تخدمش؟ 3 ايام ما نخدمهاش. حزين ما نقدرش. توني باقي لابسو الحداد. انا والله العظيم الا شوف ولادي بناتي تصور بناتي كانوا كيسهروا الليالي. لا يعقل. كيسهروا الليالي حتى 3 الصباح. البنت عندها 5 سنين 6 سنين كتسهر الليالي باش تفرج المنتخب المغربي. حشومه هذا الشيء كاع والله الا حشومه عليكم، لا حشومه عليكم. بكيتوا جميع المغاربه وحنايا بكيتوا ولا ماشي حشومه عليكم. اش نقول لك السي مخلص ما نكذبش عليك والله العظيم الى قلبي مع المغرب. ولكن فرحونا في هولندا، فرحونا في بلجيكا، فرحونا، ولكن جيتو حتى لفرنسا دائما عندنا هذا المشكل هذا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يحفظنا هذا الفريق ديالنا، ولكن يديروا عقلهم. ما تاثرش عليكم الله يخليكم، ما تاثرش عليكم شي حاجه بلا ما نبقى نتكلم. وتنقول لكم انا راه حزين بزاف وحتى بناتي حزينين، اقسم بالله الا بقاو معايا ساعه متاخره من الليل. اذا مشاهدين ديتي بناتك ديتهم معاه فرحان والله العظيم السي. علاش تبكي دابا؟ شوف دابا هذا تيقول لك دموع الفرح راه هي بكيه وفرحه. الفرحه علاش الفرحه علاش بكيه؟ ما كناش خويا ميمو ما كناش نحلموا بهذا المستوى خويا. حنا وكنا بعدا دائما الطياره
خدامه وسخونه، ولكن الحمد لله هذا المستوى. غير انت قلتي لي بغينا الكاس. وبغينا الكاس، ولكن اش غنقول لك، والله ما قادر نكمل سي مخلص، والله ما قادر نكمل. حنا كنا تنحلموا واحد الحلم كبير باش نديو الكاس ونفرحوا، المغاربه يفرحوا معنا، ولكن شنو طرا لينا. والسي وهبي راجع نفسك، ما تبقاش تاثر عليك شي حاجه، راه المغاربه راه تيبغيوك. انت راه بينتي في الاول، شوف فريق هولندا صعيب، فريق بلجيكا صعيب، وجيتو حتى لفرنسا، راه حشومه راه حشومه. كنتو تعلمونا، قولوا لنا راه ما نربحوش بلا ما نتفرجوا. احنا خلينا والله العظيم الا ولادي مساكن بناتي الليالي سهروا معايا في هذا المونديال هذا. السي مخلص سهروا 3 الصباح وحتى الجوج، وكانت القرايه وتيمشيو تيقول لك لابسين وديما التوني، تقول لك بابا شري لنا التوني ديال المنتخب المغربي. شريت لهم التوني، واش ندير؟ مشاهدي قناه شوف تيفي، اقسم بالله هذه القناه راه عزيزه عندنا، وحنا هذا راه عندنا حزن كبير للمغاربه. واخا شفنا بعض المغاربه خرجوا تيفرحوا ويخرجوا يفرحوا الانجازات اللي داروا قبل، ولكن البارح راه كان كل شيء خارج يئيس من القهوه. انا شفت البارح كل شيء خارج يأس، ولكن ما عندهم ما يديروا المغاربه، ما عندهم ما يديروا. والله يخلي لنا جلاله الملك ديالنا، والله يشافيه لينا محمد السادس اللي راعي الكره القدم المغربيه، وهو وتسي القجع حتى هو راه ما ليه حتى شي حاجه في هذا الشيء هذا. راه كاينه ضغوطات، ولكن الحمد لله ربي كبير. سي مخلص راه شنو تقول لهذوك اللي تابعيننا دوله لهوكا اللي كيشدوا الطياره يمشيو، واش غنقول لك، يخلص الله. راه فرحوا بخوارك، راه فرحوا، عجبهم الحال هما، عجبهم الحال التقسيم. هي عجبهم الحال، ولكن شوف الحمد لله دابا ان شاء الله المغرب ما يبقاش ينظم شي حاجه ديال كاس افريقيا، ما يبقاش يديرها، يولي كاس اوروبا، يولي يشارك مع اوروبا، لان ما فيهمش الخير. يعني نقولوا حنا نلعبوا ننظموا اوروبا احسن لينا. راك شنو وقع مع السنغال، ما فيهمش الخير بتاتا، وهذا الشيء اللي كاين. نظرك كي جاك شنو تقول بونو؟ شوف سي مخلص، بونو شابو بور توا، فريمون ما كنتيش عارف في الاول، ما كنتيش عارف حتى شرحوا لك في الدوزيام ميطا عاد عرفتي. في الاول طاكيتي تبارك الله عليك، وطاكيتي ولكن تصدمتي. وحنا راه شني حكيمي ملي كان تيضحك مع الاخر، راه حشومه حكيمي، حشومه ما تبينش. واخا عارف انت الاضواء متجهه لك، سير كنتي تعلق صاحبك وتدخل نيشان بلا ما زاد، ولا دير دموع تماسيح كما تيقولوا، ابكي بالاني وانت صافي ضحكتي قدام انت خاسر وضحكتي. وما شناش كاع التيشيرتات تيتشرقوا، ما شناش دمايات تيطيحوا، ما شناش اناح يدخل. لا يعقل. شفنا مقابلات العناوي كان بالباندا والدمايات سي مخلص، شنا مؤخرا شناهم في هولندا الدمايات وما بغاش يخرج. ودابا مع فرنسا شنو دارت لينا؟ كاين فرنسا منتخب قوي، متفق معاك ولكن كاين ضغوطات عاوتاني. راه اللاعبين انت راك عارف، حنا نصوم دي ماروكان، راه كاين ضغوطات من طرف المدرب، من طرف بزاف د الحوايج بلا داعي لدخل في ما نمشيوش حنا في هذا الشيء هذا، ما نتكلموش فيه. المغاربه راه عارفين وواعيين. وتنقول للمنتخب المغربي سيرتو بونو، لا ما نخدمش، لا والله ما قادرش، والله لا ما والله العظيم ما قادر. خصني ندوز واحد 3 جور نتكونسونطرا مع راسي ونسى هذا الشيء هذا. انا باقي لي حلم، انا ما نعسش البارحه سي مخلص، راه والله يعقل ما نعسش، انايا ما نعسش. القهوه كحله ما نعسش، وبناتي تما ما نعسوش بهذا الشيء اللي وقع للمنتخب، وهذا الشيء راه بزاف. راه وتحيه لي فام ماروكان اللي لابسين التونيات، وكان اللي مشات للميريكان، كان اللي مشات يا راجلها ويا ولادها مشاو لتما كاينه. المغاربه واخا خرجوا فرحوا البارح، وما ما فهمتش انا شنو كاين، والله ما فهمت. وصلنا لهذا المستوى، وصلنا مستوى زوين، ماشي نعترفوا بهذا الشيء، ولكن مي فرنسا توجور وقعنا العام اللي فات هذاك الشيء، وقعنا في كاس افريقيا نفس هذا الشيء هذا. واش حنا ديما مع فرنسا نبقاو نتلاقاو معها في قطر؟ واش حنا ديما مع نتلاقاو مع فرنسا يبقى لنا هذا المشكل؟ راه بزاف السي مخلص، راه خص شي حل، ولا نديروا حاجه. فيما تجي فرنسا تلعب معنا في الدومي فينال ولا مثلا ما نبقاوش نتفرجوا، صافي نخرجوا نقولوا خسرنا. شوف اللي يحب الوطن نتفرج، علاش؟ راه قدموا شي حاجه زوينه، ولكن الله يهديهم
الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم، وعذبوا 40 مليون مغربي اللي كانوا البارح فرحانين. تشوف القهوه سي مخلص البارح تبارك الله اللهم بارك الى البلان، الناس فرحانه وتيقول لك ان الله يمهل ولا يهمل. واش غنقول لك؟ الله يحفظ لنا سيدنا، والله العظيم سيدنا، والله الا كون ما كان سيدنا ياكلونا، ما نكذبش عليك. سيدنا تبارك الله يشافيه الله يشافيه والله يعافيه. من هذا المنبر هذا من قناه الشعب شوف تيفي، الله يشافيه لينا والله يخليه لينا، هو ولي العهد ديالو مولاي الحسن ومولاي رشيد وجميع الاسره العلويه. وتنقول لكم اش غنقول لكم، والله ما عرفتش اش نقول لكم. بركه من البكار، بركه من البكار، بركه من البكار اخويا مخلص هذا الشيء راه بركه من البكار صاحبي. ما صافي يعني قدر الله ما شاء ما فعل، قدر الله ما شاء فعل. انا ماشي راه جميع المغاربه بكاو البارح، والله الا في القهوه بكاو، الرجال معايا جالسين تيتفرجوا الى الدموع تيبكيو. راه حب الوطن، راه حنا نصوم دي ماروكان. علاش لابسين حنا التونيه هذا؟ علاش لابسين التونيه هذا؟ علاش راه تنبغيو المغرب ديالنا؟ واللي كيف ما نجيوش في الاخر تقول ما تجيش في الاخر قولوا لنا راه ماما فرنسا تربحنا وصافي، ماشي تخليونا. والله القسم الا في القهوه البارح انا جالس كنشوف الناس تبكي، عيالات بولادهم بناتهم كل شيء تيبكي. ولا اله الا الله محمد رسول الله. شنو رسالتك للفوزي قجع؟ رسالتي لفوزي قجع اول حاجه، وهو ملي تبغي تنظم شي بطوله افريقيه الله يخليك ما تنظمهاش، ديرها بطوله اوروبيه ويشاركوا فيها المغاربه، تكون بطوله اوروبيه داخل اوروبا. اما الاخرين ما بغيناهمش يشاركوا معنا، راك عارفين شكون هما. كاينين جوج ولا ما نقول سمياتهم، جوج ديال الدول اللي ما يشاركوش معنا عاد تابعينا، وعلى المغرب ديما المغرب اي حاجه كتوقع لهم المغرب. وتا فوزي القجع تا هو تنقول ليه تحيه لك كبيره، وان شاء الله المنتخب المغربي يفكر في هذا الشيء اللي كاين، اللي نهار توصلوا مع فرنسا تلعبوا معها بلا ما نتفرجوا. اللي ما تخدمش صافي ما بقاش ليا باش نخدم، وانا فنان 20 عام عندي بطاقه فنان. وزير الثقافه عطيني البطاقه ديالي، ما نقدرش نخدم، كذبش يعني ما نقدرش نخدم. والصيف كان الخدمه ما قدرتش اخويا، ما تنتفكر هذاك الشيء اللي كنتفرج البارح. ما قدرتش اخويا، ما قدرتش والله، ما قدرتش بالله، ما قدرتش اخويا، ما قدرتش والله. حتى ولادي بناتي بقاو فيا، والله الا بقاو فيا، كذبش عليك. لا ملاك ولا رزال البارح الدموع ديالهم وي بيان سيغ بداو تيبكيو. بابا المنتخب هذا علاش تفرجنا؟ بابا ربحنا هولندا وربحنا بلجيكا وما ربحناش. والحمد لله على كل حال. نتمنى الجمهور المغربي يبقى يتبع الكره. وشو المنتخب المغربي راه هو مضغوط عليه، راه ماشي لخاطرو، وهذا الشيء اللي عرفنا. عاد تابعه ديال هوك شي هوك هادو هما اللي تابعينا. هوك كاين جوج هما، كاين السوداء وكاين البويض، راك عارف انت شكون. لا داعي لذكر هذا. وراه ربي كبير الحمد لله، حنا غادي في المشاريع الحمد لله. هو سيدنا كيدشن الحمد لله كما كتشوفوا، تيدشن لا يعقل. المغرب غادي في واحد ديناميك كبيره، واحد المشروع كبير غادي الحمد لله. هما الطرقات تيتصاوبوا، هما الحافلات جداد الحمد لله. احنا مقبلين على المونديال عاوتاني حتى حنايا نديروا ان شاء الله شي حاجه زوينه وما يكون على الخير ان شاء الله. واخا حنا البارح اون جينيرال ها كاين لا كاين هذاك الويد، ولكن ما لقاش يد المساعده. بغى يمشي البارح هاك الشيء تيدير هذا، ما لقاش اللي يعاونوا. ما كاينش اللاعبين مضغوطين عليهم سي مخلص، مضغوطين عليهم. شنو تقول اسد حكيمي باش نرفعوا ليه المعنويات؟ والشاش داروا ليه المشكل ديالو، ترفع ليه شويه المعنويات. اليوم لابس لنا حكيمي، راه تنبغي حكيمي. انا سميتي حكيم، انا سميتي حكيم، والله القسم اللي لابس حكيمي. انا اللي ما عجبنيش فيك حكيمي مثال الماتش، راه نعاود نقولها لك حكيمي، راه هي اللي قتلتني انايا، هي اللي قتلتني يا حكيمي، بكاتني سالت معايا. سال الماتش ماشي عنده اصاحبي تعلق انت وياه، وانت ما عرفتش بان راه في امريكا راه كاين الكاميرات، كاين بزاف د الحوايج. ساليتي الماتش ودير اسيدي ابكي عسير، وانت سالتي غير تضحك. واش نقول لك حكيمي؟ الله يفك سراحك، ما نكذبش عليك. هادشي اللي وقع لك الله يفك سراحك، وحنا راه معاك، واخا هكاك معاك. كلمه اخيره تنتمنى المنتخب المغربي يفيق ويعيق دائما. الا طحنا مع فرنسا صافي، راه الجمهور دابا الجمهور راه فقد. ملي كنتناحوا مع فرنسا كنعرفوا راسنا غنتغلبوا. الله يجازيكم بخير. لا اناحي
ولجميع اللاعبه المنتخب المغربي، فكروا في هذا الشيء اللي تيقول لكم الشعب، ونتمنى لكم مستقبل زاهر. هذا الشيء اللي غنقول لكم من الفنان حكيم ميمو. وشكرا اخويا، الله يسلمك. المشاهدة الكرام، يعني بالدموع ديال حكيم اشهر كلون في مدينه القنيطره، ما نقول لكم الا سلام الله عليكم. قال لك ما يخدمش دابا 3 ايام، انا نحاول معاه. خدم اخويا حكيم، سير تخدم مع وليداتك. انا نحاول معاه باش انه يمشي يخدم. قال لك والله ما غنخدم، ما عنديش الكانه باش نضحك الوليدات. والله ما عندي الكانه، والله لا مخلص ما عنديش الكانه. راه انفو تلبس لو كلون في البارك ديال المهديه، في البارك ديال اما ديال المهديه انا ما بقيتش كنمشي في البارك ديال الواد اللي تنتميت هنا حتى في قنيطره. هذاك البارك زوين جميل جدا. مرحبا بكم عندنا، مرحبا. راه تكون تما، ولكن اليوم ما نقدرش نمشي حتى نمشي نتكونسونطرا مع راسي مع وليداتي ونقول لهم بان المنتخب المغربي راه مازال غيفوز مازال. دابا الوليدات بلاتي تيسولوني واش باقي يلعب المغرب. صور سي مخلص لا يعقل. بنتي صغيره عندها 12 عام تتقول لي بابا واش نهار 3 يلعب المغرب. واش نقول لها انايا؟ تنقول لها راه بنتي اش نقول لك، راه يلعب ولكن عارف الترتيب، يلعب في الترتيب. باغا تزيد تفرج. وتحيه لرازان وتحيه الملك وحتى والزوجه ديالي سناء. الزوجه ديالي راه ما كتبش عليك، راه وقع لها واحد الضغط البارح، تفرجات في الماتش راه بقى فيها الحال. وتنوصل لها هذه الرساله الزوجه ديالي لان حتى هي رياضيه. والله يرحم المرحوم ديالها الاب ديالها ليلي، الله يرحمه في هذا النهار هذا، وجميع الاسره ليلي. وتنقول لكم مشاهدي قناه شوف تيفي، تابعوا هذه القناه هذه، راه ترجع لكم قويه، راه هي قويه ولكن راجعه بالجديد والجديد والجديد والجديد. دابا تشوفوا. اذا كان معكم حكيم وكان معكم مخلص. ميرسي بوكو.